سلام سلام، صحة رمضانكم وصحة فطوركم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم رايحين نديروا هذا الطبق الرمضاني بامتياز. شوفوا، عندنا بصلة تكون كبيرة مع نص صدر دجاج مع فلفل كحل وراس الحانوت وفلفل احمر وملح. في غيسيبيون نجيبو هذاك نص صدر تاع الدجاج تاعنا، نضيفو عليه كمية من البصل، منحطوش البصلة كاملة، نحطو كمية صغيرة منها. من بعد نضيفو التوابل والملح تاعنا ونزيدو عليها بيضة ونخلطو كلش في بعضها. قبل ما نخلطو نزيدو 2 ملاعق تاع الشابلور ونخلطو كلش مع بعضهم حتى يتمسك لنا المنجيز بهذه الطريقة. هنايا في غرفية نجيبو شوية زيت باه يساعدنا كي نكونو نكورو في هذاك الدجاج تاعنا. شوفوا، نهزو شوية على اطراف الاصابع تاعك باه تساعد روحك كي تخدم برك. نديرو نبسطو هذا الدجاج بهذه الطريقة ونديرو حفرة في الوسط ونضيفو فيها الفرماج ونكوروها ونكملو كامل الكمية تاعنا كيما راكم تلاحظوا الفيديو. نهزو كمية تاع الدجاج نبسطوها ونديرو حفرة في الوسط ونحطو الفرماج ونكورو. نعاودها مرة خلاف، نهزو كمية من الدجاج نبسطوها في اليد، نديرو حفرة في الوسط ونضيفو فيها الفرماج ونغلقو عليها ونكورو. نكملو هاد الكمية تاعنا كامل بهذه الطريقة ونرجع لكم مع النتيجة. هنا كما راكم تشوفوا، بعد ما كملنا كورنا هذيك الكميه تاع الدجاج تاعنا كامل، قليناها في مقله، حطيناها في مقله. حطينا المقله هذيك، حطينا فيها شويه زيت، خليناه يسخن وزدنا حطينا فيه الكريات تاع الدجاج تاعنا، نقليوهم على كلا الطرفين. بعد ما يوجدوا نحطوهم في صحن ونحطوها في جهه خلاف. كنت قليت البطاطا بهذا الشكل، قصيتها على شكل دوائر. كان عندي كيلو بطاطا قليته بهذه الطريقه، كل واحد وعلى حسب ما يحب الكميه يحط. المهم حطيت 3 بيضات في هذيك البطاطا اللي كنت قطعتها وقليتها. زدت معها شويه معدنوس وشويه فرماج وخلطوا كلش مع بعضهم بهذه الطريقه. الفرماج حطيت قيس 2 مغارف كبار برك. المهم بعد ما خلطت كامل الكميه حطيتها في جهه ورحت في مقله. درت البصل هذاك اللي بقى لي كامل حطيته في المقله يتقلى، قليته مليح. بعد ما قليته زدت حطيت عليه مغرف فرينه، زدت حمرتهم مع بعض مليح، قليتهم حتى راحتي الفرينه هذيك والبصل تقلى لي مليح. بعد ما قليتهم حطيت عليه كاس يكون كبير تاع الماء، لازم يكون كبير كما تمرقوا المرقه. المهم بعد ما حطيت الماء هذاك خلطت كلش مع بعض حتى الفرينه والبصل هذاك تفكلي في الماء وخليتهم يغلاو. ورحت جبت البلا تاعي اللي راح ندخلو في الكوشه، هو هذا المول تاع الموسكوتشو. حطيت نص من هذيك البطاطا اللي كنت خلطتها مع البيض والفرماج، حطيتها كطبقه اولى في المول تاعي. وحاولوا تسقموها مليح باه ما تخرج لكمش هذيك الدجاج، حاولوا تسقموها مليح بالمغرف تاعكم. المهم هنايا رحنا شفنا لاصوص هذيك بعد ما قيناها غلات، زدنا عليها مغرف تاع الفرماج وخلطنا كلش باه نضيفوا عليها الكريات تاع الدجاج تاعنا. هذوك الكريات اللي كنا قليناهم في الزيت نجيبوهم ونضيفوهم لهذا الخليط ونخليوهم يطيبوا في راحتهم حتى يطيبوا لنا من داخل، باه من بعد كي ناكلوهم نحسوش بدجاج خضر، لازم نلقاوه طيب. المهم هنا نخليوهم يبقبقوا في خاطرهم. وهنا كان طاب الدجاج تاعنا، حطيت عليه شويه زيتون باش من بعد نزين بيه. بعد ما نحينا هذاك الدجاج نروح نحطو، انا حطيت 7 كريات على الطبقه هذيك الاولى باه ما يجينيش بزاف لداخل. بعد ما نحط هاد الكريات لداخل نجيب الطبقه الخلاف نتاع البطاطا ونحطوه. دوك تشوفوا معايا في الفيديو. هنايا كنا استفنا هذاك الدجاج، نجيبوا البطاطا اللي قعدت لنا كامل ونحطوها كطبقه اخيره باش ندخلوه يطيب في الفرن. وما تنساوش برك تسقموا البطاطا باه من بعد يجي الشكل تاعو مليح ويخرج لك على شكل المول هذا تاع الموسكوتشو. من بعد ندخلوه للفرن على درجة 180 من تحت ومن الفوق حتى يتحمر لنا من الفوق. من بعد نجبدوه
وهكذا تكون النتيجة تاعنا. نحيو البابي كويسون تاعنا، حطيناه باه ما يتلصقناش البطاطا. شوفوا لي كيفاه طايب ومحمر الله على قانيه. من بعد نجيبو هذيك لاصوص اللي كنا طيبنا فيها الدجاج تاعنا، نحطو تزينوا على حساب ما تحبوا التومه. انا حطيت في النص كريات وحطيت لاصوص وزدت حطيت على الطراف، وهكا كنا درنا طبق رمضاني بامتياز، سهل وبسيط، مكونات يعني جد بسيطة، ما فيها لا لحم، ما فيها لا فيونداشي، ما فيهاش حاجة مكلفة. وهكا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوش تخليوا لي ابوني وكومنتير شباب، وصحة رمضانكم وصحة فطوركم، ونتلقاو في فيديو جديد. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة